طاب يومكم بالسلام والمحبة. خرج أحد الولاة ومعه الحراس لتفقد الرعية، وفي أحد الشوارع رأى كلبا مشنوقا بجانب أحد البيوت. سئل صاحب البيت عن سبب شنق الكلب، لكن الرجل امتنع عن الإجابة. ذهب الوالي ومن معه، بقي مشهد الكلب المشنوق عالقا في ذهن الوالي. وفي اليوم الثاني أرسل الحاجب إلى الرجل ليسأله عن السبب، لكنه رفض أيضا. وفي اليوم الثالث أحضر الرجل أمام الوالي الذي نفذ صبره ليسأله عن سبب شنق الكلب. أجاب الرجل: يا مولاي، أرجو المعذرة، لن أخبرك حتى تجعلني واليا مكانك لفترة من الزمن. استغرب الوالي من هذا الطلب ورفض الطلب في بداية الأمر، ولكن بعد أن أصبح مشهد الكلب المشنوق الشاغل للوالي، وبعد أيام أرسل الوالي جنوده وجاءوا بالرجل ليخبره أنه موافق على طلبه. استلم الرجل الولاية، وفي أول يوم قام بعزل كل المسؤولين من الصف الأول من وزراء ونواب وقادة جيش ومخابرات، وخصوصا من يحمل منهم جنسيات أجنبية أو من يشك بتبعيته إلى دولة أخرى، ووضعهم في السجن. وسلم أمر الولاية إلى الصف الثاني من المسؤولين، أي الشباب. كما أرسل رسائل لكل الدول المجاورة والتي كانت تطمع بالدولة وترشي مسؤوليها للانصياع لأوامرها، بمعنى أصح التابعين والذيول، وأخبرهم بأنه لا مكان لهم بعد اليوم في دولتنا ولا سلطة لكم علينا. كانت الاتصالات من كل الدول المجاورة مع المسؤولين لمعرفة الأمر، لكن كل المسؤولين كانوا قابعين في السجون ولا إجابة. وفي فترة وجيزة امتلأت خزينة الدولة بعائدية الأموال، وبدأت الأحوال تتغير. عاد الوالي الأصلي وهو مسرور جدا لما رأى. حينها قال الرجل: الآن سأخبرك من شنق الكلب ولماذا. أنا من قام بهذا العمل، حيث كان عندي قطيع من الغنم، وكنت كل يوم أفقد شاة ولم أتوقع السبب، حتى رأيت أحد كلاب الحراسة يمسك بشاة واحدة ويسلمها إلى صديقه الضبع ليتفاداه الضبع ويبقيه في مكانه كحارس ولم يؤذيه. حينها أمسكت بالكلب ونال جزاءه مني بالشنق ليكون عبرة لباقي كلاب الحراسة، ومنذ ذلك الحين لم أفقد أي شيء من القطيع. العبرة يا أحبتي، إن كان معك 10 رصاصات فعليك أن تطلق 9 منها على العملاء والخونة من حولك، وتبقي رصاصة واحدة لعدوك الخارجي. حفظكم الله.